صباح الخير. النهارده بقى هنعمل اكلة سمك جميلة، وحبيت ان انا اصورها لكم واقول لكم كده على تكات المفروض نعملها لما نيجي نعمل السمك. انا اهو واقفة قدام المطبخ اهو قبل ما ادخل بقى وابدأ. هنعمل النهارده سمك بولتي، وهنعمل سمك مكرونة، وهنعمل سمك سنجاري. يلا بينا على المطبخ وتعالوا معايا بقى يلا عشان نشوف هنعمل ايه مع السمك النهارده. اهم حاجه في السمك زي ما قلت لكم قبل كده غسيله. اهم حاجه نغسل السمك كويس. عايزه تاكلي سمك وتستمتعي بجماله وبطعمه، اغسليه كويس علشان الزفاره. وعايزاكم يا حبايب قلبي ما تنسوش بقى اللايك وإعادة نشر للفيديو علشان يوصلكوا كل جديد، وعلشان الفيديو غيركم يشوفوا. يلا بقى نبدأ. بسم الله. ادي السمك البولتي بتاعنا اهو. النهارده انا جايبه سمك بولتي كبير، وجايبه مكرونه برضو. مش جايبه كميه لان انا ما عنديش حد بياكل السمك غير انا والحاج بس دول اهوت. وجايبه كمان سمك جزل اللي هو الفيليه. ده السمك اهوت. كده بعد ما غسلته وهبدأ بقى اقطعه لان السمك البولتي كبير جدا، فطبعا انا ما بحبش السمك ابدا اجي اكله الاقيه من جوه ني. هوريكم اهوت كده بعد ما قطعت السمك وقليته بولتي والسمك الفيليه، وده السمك اللي جنبه ده سمك سنجاري. طلع في منتهى الجمال، طلع حلو قوي. بصوا السمك لونه ذهبي ازاي. انا حطيت نشا مع الدقيق وانا بتبل السمك بالدقيق، وترشي رشه كمون ورشه ملح بسيطه كده في الدقيق وانتي بتقلي. وبعدين تعفري السمك بالدقيق وتركنيه شويه علشان السمك يشرب من الدقيق. بعد كده تروحي راجعه تاني عايده عليه تاني في الدقيق، تنزليه تاني في الدقيق وترفعيه من الدقيق وتبداي تقليه. السمك طلع مقرمش ولونه ذهبي وطعمه وريحته تحفه، مش قادره اقول لكم جميل ازاي. وطبعا السنجاري معروف سهل جدا برضو. ده سمك اللي هو اللي بيتعمل السنجاري ده المكريل. بتفتحيه من ظهره برضو، تغسليه كويس وتنضفيه وتحطي بقى الحشوة اللي انت تحبيها فيه. انا طبعا مكترة الهريسة الحمراء اهو مع الفلفل الاخضر مع الثوم مع الكمون، وحطيته على ورق ألمونيوم فويل، وحطيت عليه الخلطة اللي انا بقول لكم عليها دي، الفلفل الاخضر والثوم، وحطيته في الفرن